هسا يوم يكون الاب تعبان وصحته مش مستقره والدكاتره مش عارفين ماله، وتلاقي اولاده قاعدين بتصهونوا وبتمسخروا حواليه، شو معناته؟ يا اما مش مهتمين لهالاب يروحوا ب60 داهيه، يا اما مش واعيين شو يعني اب. والوطن ابوه، والوطن تعبان. اذا ما قدرت تساعد بعلاجه على القليل اشعر معه. يا ساده يا نواب يا حكومه يا محترمين، شو اللي معطيكم كل هالطمأنينه هاي؟ احنا مش بسويسرا ولا بالسويد ولا حتى بتركيا، ولا عندنا فائض بالميزانيه، ولا دخل المواطن عندنا اعلى دخل بالعالم حتى تتمسخروا وتقضوها مراسلات زي اولاد المدارس بالظروف الصعبه. بالوضع الاقتصادي الزفت، بالمديونيه العاليه، بالوقت المواطن ميت من الجوع، مجلس الرقابه بيصير مجلس ربابه ومجلس المجاملات ومجلس التخويف. وكل معنى للمحبة ذاب فيها واحترام. لا 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 تردينا الرسايل ويش اسوي بالورق. وكل معنى للمحبة ذاب فيها واحترام. بجلسة الثقة اللي لازم يكون فيها الكل مفنجل عيونه، بيكتب ملاحظات، بينتبه لكل حرف ولكل كلمة ولكل رقم. بتلاقي واحد مودي رسالة لوزير الداخلية بقول له كشرتك بتقطع الرزق، اضحك حتى ما تنحج بالثقة، ويا ريت عارف يكتبها صح. انت شو بدك فيه؟ شو بدك، ضحك ولا ما ضحك؟ هذا شو دخله بالعمل الرقابي بتقاسيم الزلمة؟ يعني كمان هذا وزير داخلية، شو بدك اياه يعلش ويتقصوى يعني عشان تنبسط؟ اي هو مكشر والوضع مش ظابط وكل يوم هوشه وكل يوم جريمه، شايف لو ضحك. واحد ثاني بكتب بالانجليزي لوزير التخطيط انه وين بدنا نتعشى اليوم ومين بدك تعزم. بالله عليكم هذول هشلين هم البلد؟ هذول خايفين على لقمتي ولقمتك؟ هذول هم اللي قاعدين بالصف الامامي للوطن؟ نائب ثاني بنافق للرئيس من خلال وزير بالحكومه، بقول للوزير قول لدولته اني حصته. هاي لغه نواب ولا لغه سوق الحمام؟ بالله عليكم اكشفوا عن ايديه، عن ذراعه وعن بطنه، لا تلاقوه داق على ذراعه تنين ولا ابو السفايف ومركب سنين ذهب او في سطحه بخشمه. حصتي من المره قول له ابو شريك، صوصتي، كبدي، معلاقي. اخ كشره وجمطناها، وحصتي ومشيناها، وقلنا الزلمه مش قاصد. اما وصلت فيكو الدور عم ملوخيه ناشفه بالمجلس، ملوخيه ناشفه. نفسي أنا بملوخية، يا ماما خف عليا يوهو يا. كان محمد كان محمد هيك كان معه هذا كان معه برودة. أيوه. قال له طارق تعال طارق روح جيب برودة ده علمك عيا. اجى مسك محمد برودة كان دي تغاد. أيوه. وإن عصفور هذا الصوص كان غاد. ايوه. حاط عيان واحد ينزل. مظبوط. طخوا له ثابه براسه. ايوه. يا عم لا دخل. ما اشتكي عليه. محمد. اشتكي على مين انا؟ عن محمد. طيب خلص ماشي. سعادة النائبة وبعز دين الحكي عن الثقة ونقاش البيان بتودي رسالة لزميلتها بتقول لها بدي اشتري كيلو ملوخية ناشفة، في حدا ببيع ملوخية؟ الملوخية يا ستي لا راحت بنلاقي غيرها، بس إذا ضاع الوطن منين بدنا نلاقي غيره؟ كمان هذا القسم اللي تركتوه قبل كم من يوم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أبحث عن الملوخية الناشفة بإخلاص وأمانة. يا ريت يرجع رئيس مجلس النواب يعيد تقسيم اللجان كلها من المرة، يفرطها فرطة واحدة. لجنة الملوخية الناشفة، لجنة البامية المفرزة، لجنة الدوالي، المقدوس والدنيد الخارجية، لأنه على ما يبدو فيش رقابة وتشريع، في عندنا خطابة وتقطيع. شو بدنا نحكي لنحكي؟ يا أخوان قبل ما نكمل يا حبايبي المستمعين المشاهدين، نيموا الصغار، نيموهم، أقول لكم ادبلوهم بالوسائد أو طلعوهم برا الغرفة بالمرة، لأنه بصراحة
في حكي فصاخة هسه راح يسمعوه، وأنا ما بحبش الصغار يسمعوا حكي الفصاخة. يعني هذا الحكي مش مني، هذا الحكي من نائب ألقى خطبة مصعى قصدي عصماء بمجلس النواب. الشعب الأردني كله بصيح وبليح، كله بصيح، ولا واحد قال يحال، مع احترامي مثل ما بقولوا اخواننا في الطفيله القطاط، اللي فوق بصيح واللي حاضر بصيح، ما بتعرف مين اللي مستلذ ومين اللي مو مستريح. قطاط قطاط، احنا بتشتري ولا بشباط؟ بالله عليكم هذا اللي كنتوا تتمنوه؟ ابن الكشرة لصك براءة الفاسدين كلهم ودبيناها براس المواطن، للملوخية، للقطاط، هذا اللي كنتوا بدكم اياه؟ هذا اللي راح يحمي ويحمل البلد؟ هذول اللي بانين عليه امالكم؟ اقسم بالله العظيم حالتنا بتحزن. كل يوم بيرتفع ديننا 8 ملايين دولار، وكل دقيقة بتمر بتزيد مديونيتنا 5000 دولار. ومع كل هالمهازل اللي منتابعها والكلام الفاضي ومسخرات على مواقع المسؤولين والمسؤولية، المليارات تتراكم على رقبتنا، والحالة بتضيق، والشعب بجوع، والوطن بئن. يا الله ما أكبر خيبتنا فيكم. بحب الملوخية بالطشة بالتقلية، بحب الملوخية بالطشة بالتقلية، ده أنا بموت فيها. بحب الملوخية ده أنا بموت فيها، حلاوتها وهي خضرة وعلى النار بغليها.